هو مين قال إن المسيحية مجرد طقوس؟ في ناس بتبص للمسيحية على إنها مجرد طقوس، وقوف وقعود، ألحان متشابهة وصلوات متكررة. وممكن حد يسأل هل كل ده شكليات ولا في معنى أعمق ورا كل الحاجات دي؟ تخيل معايا كده طفل صغير كل سنة في عيد الأم يجيب لوالدته وردة بسيطة. هل مثلا بعد فترة والدته هتقوله أنت جبتها لي قبل كده فغير الهدية؟ بالعكس، ده في كل مرة هي بتحس بحب جديد. الطقس في الكنيسة نفس الفكرة بالظبط، مش مجرد تكرار شكلي، لكنه لغة حب بتربطنا بالله. وفي كل مرة بنكرر الطقس بيبقى إعلان عن حبنا لربنا وحب ربنا لينا. المسيح في العشاء الأخير أسس سر الإفخارستية وقال خذوا كله هذا هو جسدي. دي ما كانتش حركة شكلية، لكنه كان عهد حب أبدي ما بيننا وما بين الله. المسيحية مش مجرد طقوس، لكنها لغة حب بتربطنا بالله. يعني زي ما أي علاقة إنسانية فيها طقوس، زي السلام بالإيد أو عيد ميلاد كل سنة أو وردة صغيرة في أي مناسبة. كل دي حاجات بسيطة لكن معناها كبير جدا وبتعبر عن حب حقيقي. المشكلة مش في الطقس نفسه، المشكلة لما نحضر الطقس ده بقلب فاتر. لكن لو قلبنا حاضر، الطقس ده بيبقى وسيلة حياة. المرة الجاية وانت بتحضر أي قداس أو أي طقس، حاول تبص له بعين جديدة. مش مهم إن الكلمات متكررة، لكن هل فعلا قلبك بيشارك؟ اسأل نفسك سؤال بسيط: هل أنا باصص على الشكل ولا فاهم المعنى اللي ورا كل ده؟ حتى لو مش فاهم كل حاجة، صلي له ببساطة وقول له يا رب فهمني المعنى وفتح عيني. مين قال إن المسيحية مجرد طقوس؟ الحقيقة إن المسيحية علاقة حب حية مع الله. الطقس مش شكل، الطقس هو اللغة، لغة الحب اللي بتربطنا بالمسيح في كل مرة بنعيشه. أشوفكم الحلقة الجاية من مين قال، مع فكرة جديدة هنكتشف مع بعض حقيقتها.